السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنتكلم في مشروع جديد. مشروع النهاردة غني جدا عن التعريف. المشروع ده مفيش بيت في مصر إلا وعارف بيه. مفيش بيت في العالم كله إلا بيستخدم المنتج بتاعه، مواسير البولي بروبلين. أنا كصاحب رأس مالي اللي يخليني أحط فلوسي في مشروع زي كده. مبدئيا المنتج اللي بيطلع من المشروع ده سهل جدا في البيع والشراء، فطبيعي جدا بما إن منتجي سهل إنه يتباع ومنتج لي مطلوب في السوق، فأنا كده هكسب كتير. فده يخليني ان انا اخش قلبي جامد. خليك معانا وان شاء الله تلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها. كوبايه الشاي وحصلني. اهلا بيكم مره تانيه. مشروع النهارده من المشروعات المهمه جدا. خلينا ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش اكتر من كده. المواسير البولي بروبلين مضاده للصدأ، مضاده للتاكل، عمرها طويل، سهله في التركيب، سعرها في المعقول مش غاليه، زائد انها صحيه جدا. طيب انا دلوقتي قررت ان انا ادخل في المشروع ده. المفروض ان انا ابدا ازاي؟ مبدئيا انت محتاج اوراق معينه عشان تبدا في المشروع ده، لان المشروع ده يعتبر غذائي، لان المنتج ده ملامس للميه اللي انت بتشربها. فانت محتاج سجل بطاقه، سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، محتاج سجل صناعي، محتاج ترخيص للنشاط اللي انت هتفتحه ده، محتاج تامين على العمال اللي موجوده معاك، محتاج دفاع مدني، ومحتاج ترخيص بيئي. دلوقتي انا عشان ابدا انا محتاج مكان ما يقلش عن 500 متر، علشان الخط عندي كبير مش صغير، وعشان يكون عندي مكان للماده الخام ومكان للمنتج التاني. محتاج يكون المصنع بتاعي قريب جدا من المنطقه الصناعيه، علشان البنيه التحتيه المتوفره لي هناك، وفي تسهيلات كتير جدا بتبقى متوفره في المنطقه الصناعيه. بالنسبه للماده الخام اللي انت بتحتاجها، في ماده البولي بروبلين دي الماده الاساسيه، والاختصار بتاعها بتبقى PBR. وفي الصبغات المطلوبه حسب اللون اللي انت هتشتغل فيه. وفي مواد ثانيه مساعده، ممكن حد بيضيف شغل ريسايكل اللي هو مواد تدويره، ممكن لا. بيبقى على حسب الخامه اللي انت هتشتغلها وحسب المنتج اللي انت هتشتغله ده هتشتغل ايه بالظبط. بالنسبه لخط الانتاج عندنا عباره عن 7 أو 8 مراحل. المرحله الاولى منه اسمها مكنه البسط. المكنه دي بتحط فيها المواد الخام بتاعتنا اللي هي البولي بروبلين. بيتم تسخين الحبيبات دي من درجه 210 ل 250 حسب الخامه اللي انت جايبها. المرحله الثانيه بتبقى مكنه البسط. بيبقى فيه 2 مكنه بسط، الاولى البولي بروبلين، والثانيه للصبغات واي اضافات ثانيه انت هتضيفها على الخلطه بتاعتك. المرحله الثالثه قالب التشكيل. ده بيكون على حسب الماس اللي انت هتشتغل بيه. كل مقاس بيكون ليه قالب تشكيل خاص بيه. بالنسبه للمرحله الرابعه، عباره عن خزان معايره الفراغ. ده وظيفته انه بيظبط الفراغ اللي جوه الماسوره، الفراغ الداخلي للماسوره البلاستيك. المرحله الخامسه ده خزان التبريد. ده عشان يبرد عندك الماسوره اللي خرجت. المرحله السادسه اسمه جرار السحب. ده بينقل منك الماسوره من مرحله لمرحله. المرحله السابعه عندنا اسمها ماكينه الطباعه. دي بتطبع عندك التفاصيل اللي موجوده، زي تاريخ الانتاج ورقم الدفعه اللي خارجه دي، واسم الشركه المصنعه وبلد المنشا، حاجات زي كده. المرحله الثامنه ده المنشار الكهربائي. ده اللي بيقطع عندك حسب الماس المطلوب. الطول المنتشر الموجود في مصر عموما بيبقى تقريبا 4 متر، ده المنتشر في مصر. فالمنشار الكهربائي ده بيقطع حسب الطول اللي انت محتاجه. المرحله الاخيره وهي صينيه الاستقبال. وبالنسبه لتجار الخامات انا سبت لكم ارقام التجار اللي انا تواصلت معاهم في مصر هنا في الوصف تحت، ممكن تبص عليهم لو احتجتوا تعرفوا منهم اي حاجه. وبالنسبه للخط بتاعنا بيشتغل كهرباء 380 3 فاز. بالنسبه بقى لاسعار المكن، اسعار المكن انا تواصلت مع شركتين، مورد من الصين تبع موقع علي بابا، وشركه هنا مصريه اسمها شركه الجبر، شركه محترمه جدا. المورد الصيني ده قال لي ان الخط كامل سعره 36,000 دولار. لو حسبناها على 50 جنيه دولار ده المتوسط، فبتتكلم في مليون و800 ألف. إنتاجه قد إيه؟ إنتاجه من 100 ل 150 كيلو في الساعة الواحدة.
بالنسبه لشركه الجبر سعرهم $58,000. لو حسبتهم على 50 جنيه متوسط فبتتكلم في 2 مليون 900. نفس الانتاجيه. فقدامك ده وقدامك ده. السعر بتاع الصين ده سعر المصنع هناك، ارض المصنع في الصين هناك، وده شركه الجبر هنا في مصر. فالسعرين قدامك، وكده كده انا سايب لك كل ارقام الموردين سواء للخامات او للمكن في الوصف ده. حبيت تتواصل مع اي حد فيهم الارقام موجوده. خلينا دلوقتي بقى نتكلم في المصاريف الشهريه، التكلفه الثابته. احنا عاوزين وسيله نقل 15,000 جنيه، بنزينها وايجارها وزيتها وكل حاجه. بالنسبه للكهرباء والميه 14,000 جنيه، علشان الكهرباء اللي بنستخدمها 380 مش 220. بالنسبه لايجار المصنع 7,000 جنيه. بالنسبه لاربع عمال 16,000 جنيه، العامل 4,000. بالنسبه لسواق مندوب بنتكلم في 8,000 جنيه. لو جمعنا ده كله هيطلع معانا 60,000 جنيه. خلينا بقى دلوقتي نقسم ال 60,000 جنيه دول على 26 يوم اللي هم شغل في الشهر. فاليوم الواحد هيبقى واقف عليك 2,307. يا سيدي خليها 2,350. اقسمهم على 10 ساعات، فالساعة الواحدة بتكلفك 235 جنيه. يبقى دي تكلفة ثابتة للساعة الواحدة. ودلوقتي بقى خلينا نحسب انتاجيتنا قد ايه علشان نعرف احنا بنكسب ولا بنخسر. قبل ما نبدا بس في الانتاجيه، احنا دلوقتي الماسوره ال 4 متر الواحد بوصه دي وزنها كيلو ونص وسعرها متوسط 150 جنيه. خلينا بقى نحسب على المبدا ده. فدلوقتي احنا عندنا الانتاجيه في الساعه الواحده متوسط عندك من 100 ل 150 كيلو، فخلينا نحسب على 120 كيلو. لو قسمت ال 120 كيلو على الكيلو ونص هيديك 80 ماسوره. يبقى كده انتاجيتنا في الساعه الواحده 80 ماسوره اللي هي ال 4 متر. يبقى احنا كده على مدار اليوم انتاجيتنا في ال 10 ساعات 800 ماسوره. لو ضربنا ال 800 ماسوره دول في سعرهم اللي هو 150 جنيه، فانت بتتكلم في 120,000 جنيه. ده على مدار اليوم الواحد. خلينا بقى دلوقتي نحسب وزن ال 800 ماسوره دول. وزنهم لو ضربنا 800 في كيلو ونص اللي هو وزن الماسوره فبيديك طن و200. لو ضربتهم في سعرهم اللي هو النهارده 77 جنيه بسعر تصوير الفيديو، في وقت تصوير الفيديو ده السعر 77 جنيه. لو جينا نحسب على 77 جنيه هيديك 92,000 جنيه و400. لو جمعنا عليهم التكلفه الثابته بتاعت اليوم اللي هي 235 جنيه، فبتتكلم في 92,635. يا سيدي خليهم 93,000. فدلوقتي لو شلنا 93,000 جنيه من 120,000 جنيه فانت بتتكلم في 27,000 جنيه صافي ربح يومي. لو ضربتهم في 26 يوم فبتتكلم في 702,000 جنيه صافي ربح شهري. يا سيدي خليهم 650,000 جنيه، علشان ال 50,000 التانيين دول توالف وهوالف، وممكن لو حاجه مثلا عجزت في الكهرباء في الميه فده كله يغطيه. فهل في مشروع ربحيته 650,000 جنيه في الشهر؟ ده حاجه محترمه جدا وكويس جدا. وبرضه هنرجع ونقول تاني، احنا بنعمل اللي علينا. توفيق ربنا قبل اي شيء. لو ربنا كاتب لك النجاح فهتنجح. ربنا مش كاتب النجاح فوالله لو عملت ايه بالذي مفيش نجاح. ولحد هنا علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده انا خلاص خلصت كلامي النهارده. يا ريت اكون قدرت افيدكم. لو حضرتك بتشوف الفيديو دلوقتي على الفيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه للصفحه الرسميه. ولو بتشوف الفيديو دلوقتي على اليوتيوب يا ريت تعمل لنا اشتراك في القناه وتسيب لنا تعليق على ذوقك، وان شاء الله نرد عليك على طول. وخد لك لفه كمان في القناه كده هتلاقي فيه مشاريع تانيه تتكلم فيها، ممكن حاجه تظبط معاك. سلام.